بما إننا شُفنا قبل كده واقعتين 2 ستات كانوا بيتبلّوا على إن الحكومة أذتهم أو إن في حد أذاهم، فإحنا كده متطمنين إن إحنا مش هنستغرب من واقعة النهارده. واقعة النهارده هو تاجر بيستخدم الأجهزة الأمنية والمعنية بالضغط على خصمه، وبيستخدمهم استخدام ملموس. يعني إيه؟ هنشوف مع بعض. في الأول صلّوا على الحبيب المصطفى. إحنا النهارده القضية بتاعتنا أو الواقعة بتاعتنا، واقعة النهارده موجودة معانا بمركز العياط بالجزيرة. تاجر جملة طلع بفيديو بيصرخ وبيصيح: يا جماعة الحقوني، يا حكومة انجدوني، في إيه؟ في شخص بيتعدى عليا في أثناء شغلي، بلطجي عايز مني إن أنا أدفع مقابل مادي، وإن هو بيجبرني على حاجة زي دي. لما أنا رفضت بدأ يتطاول عليا أنا وأخويا، ولما إحنا رفضنا وتماسكنا وفضلنا على مبدأنا مش هندفع فلوس، قالك عليا وعلى أعدائي وبدأ يجيلي عند البيت وبيطلق علينا حاجات نارية بدون أسلحة، يعني زي اللي هي الأشياء المشتعلة دي. تمام. عليا انا وجيراني، ومصمم ان انا هدفع مقابل مادي. قالك بلطجة، قالك ايوه بلطجة، اللي هو زي اتاوة كده. ولما رفضت بدأ ان هو يسيء لنا بطريقة بشعة. فكان الحل الوحيد ان انا اطلع اصور فيديو واستغيث. طبعا اي حد عنده اي مشكلة بيصور فيديو، بيطلب الاجهزة الامنية والمعنية ان هم يأمنوا له حياته وان هم ينقذوه من الشخص السيء، الطرف السيء. فهنا الأجهزة الأمنية والمعنية ما كدبتش خبر، شخص طالع على الملأ بيستغيث، إذا الموضوع كبير يا جماعة. فبدأت الأجهزة الأمنية كتر خيرهم، بدأت الأجهزة الأمنية والمعنية إن هم يشوفوا إيه اللي حصل ويشوفوا سبب الواقعة ومن البلطجي اللي مش همه حد. هنا بقى كانت التفاصيل المميتة، عشان كده بقول لكم مش هنستغرب من واقعة النهاردة. الواقعة دي حصلت إمتى؟ المفروض إن الفيديو ده متصور النهاردة وموجود معانا على الساحة، والناس عمالة بتشيره عشان صوته يبقى مسموع، والأجهزة الأمنية والمعنية تبدأ إن هي تنجده وتأمن حياته من البلطجي. لأ، بعد ما الأجهزة الأمنية والمعنية اتدخلت وبدأ إن هم يعملوا البحوثات وبدأوا إن هم يتفحصوا الموضوع، اكتشفوا إن الجريمة دي تمت يوم 30 أغسطس وما كانتش جريمة قوي. يعني إيه؟ يعني كان التاجر اللي طلع يستغيث كان في خناقة بينه وما بين 2 تجار تانيين على مين فيهم هيفرش ويبيع. يعني عارفين الناس اللي بتفرش على الأرض وتبيع؟ أهو ده. هو كان بيتخانق مع واحد منهم، والأجهزة الأمنية والمعنية يوم 30 أغسطس جالهم إن في شجار عنيف موجود في السوق في مركز العياط بالجيزة. فالأجهزة الأمنية والمعنية لما راحت طبعا عشان يفضوا الشكلة، لقوا إن الاتنين متعدين على بعض بالضرب وسايبين آثار خناقة على وجوه بعض، يعني الاتنين طلعوا متصابين. وبما إن الشخص بتاعنا اللي طلع يستنجد هو اللي غلطان، فالطرف التاني رافع له قضية. وبما إننا دلوقتي في توقيت 18 أكتوبر، فالجلسة فاضل عليها يومين، فقالك هعمل إيه عشان ما يتحكمش عليا وميعاد الجلسة قربت؟ فبدأ إن هو يشغل دماغه وقالك هطلع اتبلى عليه، وكده كده أنا اللي بستغيث، فأنا اللي صوتي هيبقى مسموع وأنا اللي هيبقى معايا الحق. فطلع إن هو يتبلى على الطرف التاني إن هو ضربه، فهتبقى قضية قصاد قضية. وبمعنى أصح هو قال لفظيا ومعنيا أثناء التحقيقات إن هو هيستخدم الأجهزة الأمنية والمعنية كضغط عليه عشان يتنازل عن القضية، بما إن ميعاد الجلسة قربت. مش قلت لك مش هنستغرب؟ واحدة طلعت قبل كده عايزة ريتش، واحد دلوقتي طلع ان هو بتاع الراجل العجوز بتاع الاتوبيس، وقعة الاتوبيس اللي زقه وقعه، ان هو كان عليه قضية قبل كده بيعمل تزلج بالكاوتشات الرياضية على، وهو حاطط ايده على عربية الشرطة. والست اللي طلعت لقت الريتش عندها واقع، طلعت تتبلى على ان في اجهزة امنية ومعنية جم اتهجموا على بيتها وضايقوها ورزلوا عليها. عشان كده بقولك احنا مش هنختلف او ان احنا هنستغرب من واقعة النهاردة. طب ايه اللي حصل؟ طبعا الاجهزة الامنية والمعنية اخدت موقف. القضية اللي فاتت موجود عليه لحد دلوقتي من التاجر، وكمان هو عليه قضية جديدة ان هو بينشر بلاغات كاذبة.